يخرب بيتك بالله عليكم. هيسمعكم فيديو يا جدعان دلوقتي، انا سايبكم انتوا تردوا، انا مش هقول حاجه عشان انا ما عادش لاقي حاجه اقولها على عبشاتي. هقراها لحضراتكم تاني. مسؤول في الاهلي قال لي بالنص، قال الناصر ماهر: استحاله نسيبك تلعب انت وعبد الله السعيد في فريق واحد. فضيحه، تهديد رسمي لعبد الله الناصر ماهر وعبد الله السعيد، تهديد رسمي لنادي الزمالك. اول حد يقول لي السجاده الحمراء ويقول لي الصوره الذهنيه، لما مسؤول في الاهلي يقول له كده، ده تهديد رسمي للزمالك وتخريب رسمي في الزمالك. وده بياكد الكلام اللي قاله الاستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق، لما قال احنا جبنا عروض لايمانويل اللي كان بيزعج جمهور الاهلي، واحنا ما نقدرش نزعل جمهور الاهلي، فعشان كده لازم ايمانويل يمشي. ده الكلام ده بيتقال دلوقتي مع ناصر ماهر وعبد الله السعيد. فيجب على مجلس اداره نادي الزمالك ان يقوم بمهامه وواجباته ويحافظ على مصالح الزمالك ويرد على هذه التهديدات من جانب. انا بس عندي سؤال واحد بس، ده عقل بني ادم؟ طب التخلف ده انت جايبه منين؟ هو انتوا كلكم كده؟ وربنا لما نلاقي حاجه يعني مفيش بعد العباسيه، مفيش بعد، انت بتضرب ايه؟ انا مش عارف اقسم بالله مين اللي بيهدد مين؟ ايه التخلف اللي انت فيه ده؟